أنا زينب من النرويج. اهلا وسهلا. يعني اصلك نرويج؟ لا أنا أصلي عراقي بس ولدت بنرويج. صار ايش قد عايشه يعني بنرويج؟ ولدت هناك. أنا طويله. 25 سنة أنا هسه. ما شاء الله، كل التوفيق. شكرا. وين واصله بالدراسه؟ أنا محاسبة وصلت. شنو عملك حاليا وانت موجوده بالعراق زياره لو رجعتي على طول؟ لا أنا زيارة لأنه عندي قرايبي هنا فاميلي. كلش قد تجي العراق؟ صراحة هاي ثاني مرة أجي العراق. وعملك؟ أنا بنرويج أشتغل بس شغلك؟ أقدر أشتغل يعني كل مكان بالكمبيوتر. ايش قد تبقين بالعراق؟ أنا هسه أنا جيت من شهر التاسع ويعني ظل هنا 6 شهور لو أكثر. بس راح أرجع وأجي انت بداخلك دم عراقي، تحنين دائما للبلد؟ أنا أحب العراق. ما شاء الله. وانت ماخذه من الجمال العراقي؟ شكرا. أنت ما شاء الله، تسلمين عزيزتي. عندي سؤال جدا مهم، سؤال يخص الشباب والبنات. اسباب تاخر الزواج اليوم، احنا دن نشاهد كثير حالات متاخره بالزواج، سواء البنت ام الولد. برايك هل الاسباب ماديه، وراثيه، صحيه؟ اريد اليوم نسمع منك. أنا أفكر الفلوس المادية، لأنه مرات يعني أكو ناس يريدون يشتغلون بس لا قصدي يريدون يتزوجون بس ما عندهم شغل وما عندهم هواي فلوس، وتعرفين متأخر ومتقدم، والأهل همينة مرات يعني ما يقبلون. سعر ارتفاع مثقال الذهب ايش قد تاثيره؟ هواية زين. وناس تقدر. اي بس اكو هم ناس ما تقدر. طيب انت كفتاة، شنو مواصفات الرجل اللي ممكن يكون شريك حياتك كاملين العمر وياه؟ اول شيء لازم يكون ما يكذب ويكون اي ما يصير. لا انا ما احب الكذب، لا ما يقدر يكذب. ولازم يكون يعني عنده ثقة بنفسه، انه الغيرة شوية قلل منه لانه هو الشك ما حلو، صحيح؟ مو حلو صح. ووفاء وهيك شغلات يعني انا لانه العربي مالتي ما ما شاء الله عليك. انت اكيد ان شاء الله الانسان يرتبط بيش اكيد ان شاء الله يكون وفي لك. انت طيبه وتستاهلين مبينه. وقلبه طيب لازم يكون. انت هم قلبك طيب. انت قلبك طيب. تسلمين حبيبتي. طبعا اتمنى لك اوقات سعيده وتشرفت بمعرفتك. الله يسلمك. وان شاء الله انت ما متزوجه صحيح؟ ايه صح. ان شاء الله تلاقين الانسان اللي يستحقك، واذا تزوجتي تاخذين عراقي لو نرويجي؟ انا اريد عراقي. يا رب ان شاء الله تاخذين احسن انسان. حبيبتي ايش قد عمرك؟ انا 25. ما شاء الله. هو انت ذكرتي انه صار 25 سنه بالنرويج. ايه. شلون